ما راناش ضد الشعب الجزائري، بالعكس الدولة. نحن ضد المخابرات الإرهابية، ضد الطغمة العسكرية، وضد المنظومة الفاسدة اللي خلات الشعب الجزائر يفقر، نجوع، نشرد، هجروه، فقروه، جوعوه، عطشوه، ما خلاو له والو. فيق يا الشعب، الميدان هو الحل، الميدان هو الحل. اون في لابوبال لي جينيرو على بوبال والجزائر تدي الاستقلال. هاملي والله ما رانا حابسينه حتى النصر باذن الله، حتى النصر. مناسبة فوز السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري، يطيب لي أن أتقدم له باسمكم جميعا بأحر التهاني والتبريكات على الثقة المتجددة التي وضع فيه الشعب الجزائري لقيادة البلاد لعهدة ثانية ومواصلة مسار بناء الجزائر. فيمكن للإدارة الجزائرية أن تضمن الاستمرارية في ظل التعددية السياسية؟ كيف تحافظ على حيادها؟ كيف تستمر الدولة في ظل تعددية السياسات وتغير الأشخاص؟ كل هذا سنطرحه مع السادة السيد عبد المجيد تبون وزير منتدب للجماعة المحلية، السيد حفيظ صنحضري رئيس جمعية إطارات الإدارة، السيد سعيد مقدم إطار لمديرية الوظيفة العمومي، وكذا السيد محرز أيد بالقاسم رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. إذا نرحب بكل هؤلاء الضيوف. سؤال أول أحاول أن أطرحه عليكم، إشكالية أساسية. الجزائر في ظل 30 سنة من حكم الحزب الواحد، في ظل نظام كانت الإدارة فيه مجرد وسيلة، مجرد أداة، كانت إطارة الإدارة كلها وسيلة في يد صاحب القرار السياسي. اليوم نحن في مرحلة ننتقل فيها إلى نظام آخر، نظام تعددي، نظام تتداول فيه الأحزاب السياسية على السلطة. كيف للإدارة أن تتأقلم مع هذا الوضع الجديد في ظل صعوبة تأقلم كل المؤسسات مع هذه الوضعية الجديدة، في ظل غياب مصداقية للإدارة؟ اليوم مصداقية الإدارة غائبة تماما، لأنها تعتبر في نظر الرأي العام، في نظر المواطن، جزءا من هذا النظام البيروقراطي الذي استمر منذ 62 في الجزائر. سيد تبون. شكرا سي مراد. كل حال نظن الحكم ما يكونش قاسي لهالدرجة، ولكن حقيقة الإدارة ما خرجتش سليمة من 30 سنة تاع نمط تاع تسيير ونمط نتاع حكم. والشيء اللي معروف أن في النظام الأحادي الحزب اللي عشنا فيه، الإدارة كانت أداة لحزب في الحكم، الحزب الواحد. ونعرف كذلك أن الدولة المبنية على أحادية الحزب ما فيهاش سلطات، فيها وظائف، والوظائف هذه تؤدى كل يعني يتقاسم مع الآخر المشاكل المطروحة في الميدان، سواء كان الوظيفة التشريعية أو وظيفة العدل، لأن حتى العدالة كانت مجرد وظيفة، بما فيه الوظيفة التنفيذية، وكل مسخر لأداة ما، يعني لتنفيذ برنامج سياسي معين وسياسة لحكم معين. بالطبع يعني الخليط أو المزيج بين الحزب والدولة والإدارة بصفة عامة خلى بصمات سلبية على الإدارة إزاء المواطن، حيث أن المواطن يرى في الإدارة ربما بقايا نظام، وهي في الواقع كانت أداة، مجرد أداة تنتمي حقيقة إلى نظام، ولكن ما كانش عندها دور قيادي، كان عندها دور تطبيقي. والتغيير السياسي اللي طرأ على الساحة السياسية بالأخص بعد دستور فبراير 89 اللي أدخل بالأخص التعددية الحزبية، اقتضى كذلك أدخل